ادخل. المتهم يا فندم. هو ده يا ست؟ ايوه هو يا سيدة وكيل النيابة. وانا راجعة امبارح بالليل من عند امي العيانة كنت لوحدي، وعند اول الطريق الزراعي لقيت اللي طلع لي من الزراعة وفي ايده مطوة، وكممني وسحبني للزراعة وحط المطوة على رقبتي، وبعدين اعتدى عليا وهتك عرضي. شرفي وشرف جوزي اتمرمط في الوحل. اكتب. وقد حدث هذا بالأمس السبت الموافق 18 يونيو سنة 1985 مساء. والمتهم ماجد شفيق عمل معاكي ده امبارح؟ ايوه الساعة 10 بالليل، 10 بالظبط. ادخل. في واحد بره جاي مع ابنه عاوز يقابل سعادتك بخصوص موضوع المتهم ماجد شفيق يا فندم. خليه يدخل. السلام عليكم. وعليكم السلام. انت مين؟ انا يا فندم محمود اسماعيل، وده ابني علي. لما سمعت باللي جرى خليت ابني يسندني وجيت عشان اشهد بحق ربنا يا سعادة وكيل النيابة. عاوز تقول ايه؟ انا احلف بكتاب الله ان ماجد ابن اخويا الغالي المقد الشفيق كان عندي بيزورني امبارح بالليل بعد ما حضر صلاة العشية في الكنيسة وصلى عشان ربنا يشفيني. طلع من الكنيسة سعادة وكيل النيابة وجه زارني في بيتي وقعد عندي من الساعة 8:30 مساء لحد حوالي الساعة 10:30. وابني علي اللي واقف قدام سعادتك ده نزل معاه وراح عندهم البيت عشان والده هيبعت لي معاه مبلغ سلف، وده كلام الحق، حق ربنا يا سعادة وكيل النيابة. يعني ما حطش المطوة على رقبتك الساعة 10 بالليل امبارح وسحبك للزراعة واعتدى عليكي زي ما بتقولي؟ الحقيقة اصل جرب الحقيقة، جرب الحقيقة، انطقي. الحقيقة ان انا كدبت يا سعادة وكيل النيابة. انا كدبت. كدبتي؟ يعني كل اللي ادعيتي بيه على ماجد كان كذب؟ كذب؟ ايه ده؟ انا ايه اللي خلاني قلت كده؟ حاجة غريبة، زي ما يكون حد اتكلم على لساني وقال اني كدبت. انا فعلا كدبت يا سيدة وكيل النيابة. ولقد امرنا نحن احمد عبد الهادي وكيل نيابة الفيوم بحفظ المحضر، حيث لا توجد جريمة لإقامة الدعوة عليها، بل إنها ادعاءات كاذبة. ولقد قررنا توجيه تهمة البلاغ الكاذب ضد السيدة صاحبة البلاغ. أشكرك يا إلهي، أشكرك يا مخلصي. مش قلت لك ما تخافش يا ماجد؟ ربنا دايما ما ينساش ولاده المؤمنين. أشكرك يا إلهي، أشكرك يا قديس الله يا أنبا برام، أشكرك يا رب. ما عجبكش صورتي؟ ما عجبكش؟